قال المقريزي: ماتت زوجتي وهي شابة، كنت أستغفر لها كثيرا، فرأيتها في المنام وقلت لها: يا أم محمد، الذي أرسله إليك يصل، يعني الصدقة، يعني الدعاء وكل الأعمال الصالحة. فقالت: نعم، كل يوم يصل هديتك إلي. ثم بكت وقالت: قد علمت أني عاجزة عن مكافأتك. فقال لها: لا عليك، سنلتقي قريبا إن شاء الله. أنا طالع أقول: لا تنسوا أحبابكم إذا ماتوا، زيلوا التراب على أجسادهم ولكن أرواحهم فتشبثوا بها بقوة. تذكروهم في الدعاء، تذكروهم في الصدقات، تذكروهم في السجود، لا تنسوهم أبدا، لأن القبور موحشة، لأن القبور موحشة وأهلها في غربة. أرسلوا لهم الهدايات، أرسلوا لهم الصدقات، أرسلوا لهم الدعاء. زميلك مات، حد من قرايبك مات، ما تنساهمش في الدعاء، ما تنساهمش في السجود، ما تنساهمش في الصدقات، إن هم بجد أكتر ناس محتاجين منك دعاء أو صدقة. فما تبخلش عليهم بالهدايا، أرسل لهم الهدايات. بس كده، سلام.